برج الحوت، أنهي نوع طاقات بالظبط اللي انت واقع تحتيها الفترة دي تأثيرا بالكواكب والفلك، وازاي تقدر ان انت تستفيد من الدروس بتاعتها وهتقابل ايه بالظبط، وازاي تقدر ان انت تتخطى المشاكل والعقبات اللي هتقابلها وتطلع بأقصى درجة من النجاح وتتخطى الفترة دي. برج الحوت عندك تأثير وتغيير شامل بسبب حركة الكواكب والحركة الفلكية، ومؤثر التأثير ده بشكل كبير على نفسيتك. يعني لو انت برج الحوت فهتلاقي نفسك دلوقتي في الفترة اللي احنا فيها دي حاسس ان في حاجة بتتغير من جواك، بتتغير بشكل عميق من الداخل بتاعك. حاسس ان انت مش قادر تشرح بالكلام الاحاسيس اللي جوه منك، حاسس بتعب نفسي، عندك رغبة ان انت تنعزل احيانا، حاسس ان انت دماغك مشوشة، مش عارف انت عايز ايه بالظبط، مشتت. الطاقة بتاعتك في الفترة الحالية مشتتة، ده نتيجة للتأثر بالحركة الفلكية في الوضع الحالي. عندك شعور داخلي ان انت خلاص في مرحلة بتنتهي من حياتك، والشخص اللي انت كنت عليه الفترة اللي فاتت مش هو اللي هيكون نفس الشخص اللي هتكون عليه الفترة اللي جاية. وده حقيقي لان فلكيا برج الحوت عنده موت وانتقال لشخصية قديمة كان عليها، وهتحل محلها شخصية جديدة تماما، كأن انت شخص جديد تماما. ركز معايا قوي يا برج الحوت عشان تعرف ايه هي نوع الطاقات اللي انت واقع تحتيها الفترة دي وازاي تقدر ان انت تتعامل معاها. اول تأثير قوي جدا عليك دلوقتي هو زحل، كوكب زحل. زحل في طاقة الحوت هو بيعمل لك إعادة تشكيل كاملة لشخصيتك، وده أساس الإحساس اللي انت حاسه داخليا جوا منك الفترة دي. تأثير طاقة زحل عليك الفترة دي هتلاقي ان انت بتظهر قدامك مسؤوليات، بتتحمل مسؤوليات كتير، بتتحط في اختبارات من مواقف ومن أشخاص حوالين منك. هنا الفترة دي زحل هيعمل معاك ايه؟ هيخلي ان انت ما عندكش اي فرصة ان انت تهرب من الحاجات دي، انت لازم تواجهها ولازم تتخطاها. عشان كده الفترة دي هتلاقي ان الطاقة بتاعتك او احساسك ان الحياة بقت تضغط عليا بشكل كبير. هنا الحل بقى في اللي انت هتقابله ان انت تواجه، مش ان انت تهرب ولا ان انت تسوف ولا ان انت تأجل. اي تأجيل او اي تسويف هيكون عواقبه مشكلة اكبر، وهتتحط في طاقات سلبية مش هتعرف ان انت تخرج منها. عشان كده اي مشكلة او اي عقبة تقابلك او اي اختبار تحس ان انت في اختبار معين، اقف مع نفسك وابتدي دور على الحل. ما تأجلش، ما تسوفش عشان الطاقة بتاعتك ما تتأذيش. وخد بالك ان وجود طاقة زحل الفترة دي وتأثيرها عليك هو عايزك تخليك يعني منظم في حياتك، تبتدي تحط افكار واضحة لنفسك، خطط واضحة لنفسك. ممكن كمان تأثيرا بطاقة زحل تبتدي تحس ان في تقل داخلي، او ان انت كبرت زيادة عن سنك. كل الاحاسيس دي ممكن تجيلك تأثيرا بطاقة زحل. وممكن يجيلك كمان رغبة ان انت تبعد عن الناس او عن علاقات معينة كنت متعلق بيها جدا الفترة اللي فاتت. فما تستغربش نفسك في الفترة دي، لان انت برضو ممكن تلاقي نفسك بقيت ما عندكش صبر، ما عندكش صبر للناس حوالين منك، ما عندكش صبر العلاقات كانت قبل كده بتستنزفك وانت راضي وساكت. هتبتدي تشوف بوضوح كويس جدا مين اللي بياخد طاقتك بدون ما يديك اي دعم حقيقي، ومين فعلا ليه تأثير عليك. يعني لو وصفت لك تأثير زحل عليك الفترة دي هقولك ان زحل هيفتح عينك على الحقيقة، حتى لو الحقيقة دي بتوجعك شوية. انت اللي مطلوب منك ايه بقى؟ ان انت تبتدي ان انت تاخد خطوات وتنظم نفسك وتفهم وتتعلم من الدروس، لان الدرس اللي انت مش هتتعلم منه هتفضل تكرره تاني بطاقات سلبية وبتأثير سلبي على الطاقة بتاعتك. تاني طاقة بقى هتأثر عليك الفترة دي هي طاقة نبتون. نبتون هو الكوكب الحاكم لبرج الحوت، تأثيره عليك قوي جدا الفترة دي. نبتون هنا بيحكم ايه عندك؟ بيحكم الحدث بتاعك، بيحكم الروحانيات، بيحكم المشاعر اللي انت بتحس بيها من الداخل بتاعك. بس انت من تأثير نبتون الفترة دي هتبتدي تحس شوية تشويش، شوية ضياع، هتحس ان انت مرهق نفسيا. عشان كده ممكن تلاقي نفسك مثلا بتسرح كتير، بتفكر بشكل زيادة، حاسس ان انت مش واقف على ارض صلبة، عندك رغبة ان انت تقعد لوحدك وتبقى منعزل عن الناس بدون اي سبب واضح بالنسبة لك.
في بعض الأيام هتحس بطاقة عالية جدا من الأمل ومن التفاؤل، بس بعديها هتخش في حالة هدوء، حالة سكون، حالة انعزال، حالة اللي هي فقدان للشغف. ده لأن نبتون هنا بيخليك تتحرك، بس بتتحرك بالمشاعر، المشاعر اللي موجودة جوه منك. ودي هتكون حاجة مرهقة بالنسبة لك لو انت ما عندكش توازن داخلي. يبقى الحل هنا يا برج الحوت ان انت تبتدي توازن الطاقة الداخلية بتاعتك، تبقى الطاقة نفسها متوازنة، فالتأثير بتاع الطاقة يكون جواك متوازن. لأن لو الطاقة الداخلية بتاعتك سلبية وشايل حاجات سلبية جواك بتتعبك، هتلاقي ان ده يبتدي يظهر لك في اللي انا قلته كله، اللي هو ان انت تبقى عايز تنعزل، ان انت ما عندكش شغف ان انت تعمل حاجة، حاسس ان ما عندكش طاقة، حاسس ان انت مرهق وزهقان وتعبان. لكن لو انت موازن الطاقة بتاعتك صح، الفترة دي هتكون خفيفة عليك وهتعدي بسلام. هتحس كمان من تأثير نبتون عليك ان انت حساس لكلام الناس بشكل اكتر، وحساس للطاقة بتاعتهم اكتر. يعني لو انت قابلت مثلا كمثال شخص متوتر قدامك، هتلاقي ان ده بيستهلكك انت نفسيا، هتحس ان انت بدأت تتعب. حتى لو انت ما كلمتوش، مجرد احساسك بالطاقة بتاعته هتتأثر بيه. لان هنا برج الحوت دايما هو حساس زي ما قلت لك، ودايما بيتأثر بالطاقات بشكل اعمق من باقي الابراج. يبقى انت هنا يا برج الحوت عشان تحمي الطاقة بتاعتك وتحمي نفسك من طاقة نبتون الفترة دي، تعمل ايه؟ تقلل الاختلاط اللي بيتعبك. لو في علاقات بتستنزفك، اشخاص بتتعبك، ابعد عنهم. ابعد عن اي دراما، عن اي مشاكل مش بتاعتك، ما تدخلش نفسك في حاجة مش بتاعتك. لما يقابلك اي شيء، قبل ما تتدخل فيه اسأل نفسك الحاجة دي تخصني ولا انا بس متأثر بطاقة من الاشخاص اللي حواليا. لو لقيت ان الحاجة دي ما تخصكش، ما تخشش بالطاقة بتاعتك فيها. بعد كده في طاقة كمان انت واقع تحتيها، اللي هي طاقة المشتري. المشتري هنا تأثيره عليك مختلف. ليه؟ لأن برغم الضغط اللي انت هتحس بيه الفترة دي، المشتري هنا بيجي عشان يفتح لك أبواب جديدة. بس خلي بالك، ده مش هيشتغل معاك لو انت فضلت ثابت في نفس المكان القديم بتاعك. نفس المكان القديم بتاعك اللي هو ايه؟ نفس المكان النفسي، نفس المكان الشعوري اللي موجود جوه منك، نفس الحاجات اللي جوه منك القديمة، نفس الطاقات القديمة. المشتري هنا بيعمل لك ايه؟ او جاي الطاقة بتاعته عشان تعمل لك ايه؟ عشان تعمل لك وسع لحياتك. يعني هتلاقي نفسك ممكن تبتدي ان انت تفكر في حاجة جديدة، تشوف شغل مختلف، تشوف مشروع، تفكر ان انت تسافر. هيبقى عندك تغيير لطريقة تفكيرك بالكامل. ده من تأثير المشتري عليك. بس المشكلة ان برج الحوت احيانا او اوقات بيكون خايف ان هو يتحرك. لازم الاول يفكر كتير جدا قبل اي خطوة. وده هيخلي الاحتمالات ان الفرص اللي قدامك انت ما تقدرش تاخد تجاهها خطوة ان هي تطلعك للامام. يعني ده هيخليك او يعمل لك عرقلة ان انت تستغل طاقة المشتري اللي موجودة الفترة دي في طاقتك. طب ازاي تقدر ان انت تتلاشى النقطة دي، تتلاشاها الفترة دي؟ ان انت محتاج ان انت تعمل حركة حتى لو خطوات بسيطة. المشترى او تأثير طاقة المشترى عليك هيفتح لك ابواب، بس هيفتح ابوابه للشخص اللي هو هيتحرك، مش للشخص اللي هيفضل واقف مكانه وخايف. عشان كده انت لازم تشوف انت عايز تعمل ايه، ولما تظهر لك اي فرصة خد على طول خطوة تجاهها، ما تترددش ولا ثانية. لما نبص بقى على تأثير المريخ عليك، فهنلاقي ان هو بيعمل لك صراع داخلي بشكل غريب جدا. المريخ هنا بيزود عندك طاقات معينة، زي ايه مثلا؟ زي طاقة الحركة، زي الغضب ان انت هتبقى غاضب، زي ان انت عندك ثورة او عندك رغبة كبيرة للتغيير. بس انت كبرج حوت بطبعك انت كتوم في مشاعرك وبتكتم مشاعرك لفترة طويلة. فده ممكن يعمل لك ايه بقى الفترة دي من تأثير المريخ عليك؟ يخليك تنفجر فجأة، تلاقي نفسك فجأة انفجرت. وبرضو تبعد عن الناس بشكل مفاجئ، فتحس ان انت مش قادر ان انت تتحمل ضغوط كتير حوالين منك، مع ان الضغوط دي ممكن تبقى ضغوط صغيرة. بس انت من كتر كتم المشاعر اللي انت كتمته جواك، انت هتنفجر فجأة وتبعد من اتفه الاسباب ومن اصغر الاسباب. وده هيعمل لك حالة عصبية او توتر، وهتلاقي نفسك عصبي متوتر. اي حاجة بسيطة حوالين منك هتوترك الفترة دي. ده لان في مشاعر متراكمه موجوده جوه منك. فالحل ان انت تطلع المشاعر دي بشكل صحي. اطلعها ازاي؟ طلعها بان انت مثلا تعمل تحرر، ان انت تفرغ اللي جواك، ان انت تتكلم مع حد،
ان انت تكتب اللي جواك على ورقة وتحرقها، ان انت تكلم نفسك وتطلع كل اللي جواك، عشان الحركة دي مهمة جدا ليك الفترة دي. ممكن كمان تطلعها بان انت تعمل رياضة، ان انت تمشي، اي شيء يخرج الطاقة اللي مكبوتة جواك، ده هيكون نافع جدا ليك الفترة دي عشان ما توصلش لحالة من الانفجار المفاجئ. من ناحية علاقاتك بقى يا برج الحوت، فهنلاقي ان هنا كوكب الزهرة مؤثر عليك بشكل بيخليك تبحث الفترة دي عن حب واهتمام، واكتر شيء بتفكر فيه هو الامان العاطفي. هتفكر فيه الفترة دي اكتر من المعتاد، من اللي انت كنت بتفكر فيه الفترات اللي فاتت. بس في نفس الوقت الطاقة بتاعت كوكب الزهرة الفترة دي هتخليك دايما تعيد تقييم كل العلاقات اللي موجودة في حياتك. هتلاقي نفسك تعبت من بعض العلاقات اللي انت هتتعب منها دي هي علاقات مش واضحة في حياتك، علاقات فيها شد وجذب. لو الشريك اللي معاك دايما بتشدوا مع بعض وتجذبوا والعلاقة مش مستقرة، هتلاقي نفسك قفلت منه. هتحس فجأة ان انت محتاج علاقة فيها هدوء، علاقة فيها استقرار. انت الفترة دي من تأثير الزهرة عليك هتبتدي تبحث عن الاستقرار، مش عايز اي علاقة بتستنزفك نفسيا. وفي بعض الحالات من برج الحوت هيظهر في حياته شخص جديد، بس هنا انت لازم في الفترة دي اللي يظهر فيها الشخص ده تكون واعي جدا. ليه؟ لان انت ممكن تتعلق بالشخص ده بسرعة قبل ما تشوف حقيقته الكاملة. فالمطلوب منك هنا ان انت تهدي مع نفسك وتشوف الافعال الحقيقية ورا الشخص ده، مش مجرد الكلام اللي هو بيقوله لك. وده برضو ليه تأثير من زحل عليك، انه يجيلك الشخص ده في هيئة اختبار للطاقة بتاعتك. هل انت هتتأثر وتاخد بكلام الشخص ده وتقع في المصيدة دي، ولا انت هتعدي الاختبار ده بنجاح وهتفهم كويس قوي الدرس من وجود الشخص ده وتبحث عن الخلل الداخلي وتصلحه؟ في طاقة العمل عندك وطاقة المال الفترة دي محتاجة منك ان انت تكون منظم اكتر. اي تشتت بالنسبة لك في الطاقة بتاعتك، اي تأجيل هيضيعوا منك فرص مهمة جدا هتظهر في الفترة دي في حياتك. ممكن تلاحظ ان انت بتبتدي الاشياء الجديدة في حياتك بحماس، وبعد كده تبتدي تفقد الطاقة بتاعتك بسرعة. هنا ده معناه ايه بالنسبة لك يا برج الحوت؟ معناه ان انت محتاج تبني روتين ثابت حتى لو بسيط. ان انا مش محتاج ان انا ادخل بطاقة وبدفعة قوية قوي مرة واحدة وبعد كده الطاقة بتاعتي تهبط. لا، انا لو هبتدي ان انا اخد جزء في جزء بشكل هادي ومستقر، ده هيحقق لي نتائج على المدى الطويل افضل بكتير. اكتر خلل هتقابله يا برج الحوت الفترة دي هو ان انت تهرب من مشاعر موجودة جوه منك، تهرب من تفكير عمال تفكر فيه فتحاول ان انت تهرب ان انت تنعزل عن الناس، تهرب ان انت تنام، ان انت تبقى طول الوقت شارد. الطاقة اللي انت واقع تحتيها الفترة دي فلكيا هي جاية عشان تعلمك ان الهروب اللي كان بيحميك زمان، لان انت كبرج حوت بطبعك كنت دايما بتهرب، دايما بتحاول ان انت تنعزل وتبعد. دلوقتي الهروب ده هيعطلك الطاقة بتاعتك. هو ده الدرس اللي الطاقة بتاعتك جاية تقولهولك دلوقتي او تعلمهولك. الحياة دلوقتي بتحاول ان هي تبنيك بس بشكل اهدى وبشكل اقوى، ان انت تكون واعي اكتر، ان انت تبتدي تحط الطاقة بتاعتك على المسار الصح، ان انت تتحكم في طاقتك بشكل صح. عشان كده مهم جدا بالنسبة لك الفترة دي ان انت تبدأ تنظم يومك، تحط حدود واضحة لكل الاشخاص اللي حوالين منك، تقلل اي استنزاف طاقي لاي حد بيحاول ان هو يستغلك او يستنزفك، تبعد عن اي علاقات بتتعبك وتركز على نفسك بشكل مكثف جدا، وتركز على الطريق اللي انت عايز توصله اكتر، وتبتدي تاخد خطوات بسيطة. الفترة دي الطاقة بتاعتها هي مش طاقة ضدك، بس هي هتحسسك ان انت مرهق نفسيا، وده هيأثر عليك جسديا. هنا الاشخاص اللي هتقدر تستفيد من الطاقة دي، فالمرحلة دي بالنسبة لها هتكون اعادة تشكيل كاملة لبرج الحوت من الداخل. هتخليك شخص مختلف تماما، زي ما قلت لك هتموت وتتولد من جديد، هتنتقل لشخصية جديدة تماما. وهو ده السبب اللي مديك الإحساس الداخلي اللي انت بدأت تحسه الفترة دي ان انت مش نفس الشخص القديم، لأن فعلا نسخة قديمة منك خلاص بتنتهي، ونسخة أوعى وأقوى وأنضج بتحاول ان هي تظهر دلوقتي. انت بقى باللي انت هتعمله الفترة دي يا إما تظهر النسخة دي، إما ترجع تحبس نفسك جوه النسخة اللي انتهت. لو انت فهمت الطاقة دي صح هتعرف بالظبط اللي بيحصل معاك دلوقتي هو مش ضياع، ده انتقال قوي جدا، إعادة بناء كامل
ليك. لو استغليته صح هتطلع لقدام جدا، شخصيتك وحياتك هتتغير 180 درجة. الحاجات اللي انا عايزاك تاخد بالك منها قوي الفترة دي: الروتين، ان تكرارك للروتين ده هيأثر على ان انت تحقق اهدافك، هيعمل لك آلام في جسدك، هيظهر لك مشاكل، وفي تأثير كبير قوي ناتج عن تحمل المسؤوليات هيظهر لك في شكل الجذر بتاعك، بالأخص هيظهر في منطقة الظهر عندك. هيقابلك الفترة دي زي ما قلت لك ضغط نفسي، توتر. حاول ان انت تمارس الرياضة بانتظام، لان هنا ممارسة الرياضة وان انت تاكل اكل صحي هيطلعك بره الضغط والتوتر ده بشكل كبير. عندك تأثر في العلاقات نتيجة للضغط والتوتر ده، لو انت معرفتش تطلع نفسك براه فعندك انتهاء لعلاقات معينة موجودة في حياتك، وهتبتدي في المقابل علاقات جديدة. البعض منكم عنده رجوع لطاقة قديمة، قد يكون حبيب سابق. انت محتاج ان انت تهدي من نفسك، وان انت تغير من وضعك، ان انت تغير روتين حياتك ككل، تبتدي تفكر بطريقة مختلفة، تبتدي تشوف حلول للمشاكل اللي هي القائمة اللي موجودة اللي انت بتسوف فيها. لو انت فهمت نفسك بشكل مختلف وجديد هيكون عندك رؤية واضحة للأمور اللي موجودة حوالين منك، وده يأثر على مستقبلك المهني وعلى مستقبلك المالي. الضغط العقلي اللي انت موجود فيه والتوتر والقلق دول بيأثروا بشكل كبير على صحتك، حاول ان انت تتلاشاهم تماما. لو انت قدرت ان انت تدير امورك صح الفترة الجاية، او بمعنى اصح تدير الطاقة بتاعتك صح، فهتلاقي ان انت بتتمتع بطاقة عالية جدا، وهتلاقي ان صحتك في تحسن، وهتتغلب حتى على بعض الحاجات الصحية اللي هتقابلك الفترة اللي جاية، هتتغلب عليها بقوة ارادتك. وهتلاقي كمان ان انت بدأت تحقق اهداف مهنية في حياتك، هتحس ان الحياة ابتدت ان هي تتحرك معاك. بس التركيز وقوة ارادتك هما الاتنين دول السر ان هما هيطلعوك لقدام. ومن خلال الطلعة اللي انت هتطلعها بالطاقة بتاعتك دي هتحقق تقدم مالي في المحيط بتاعك. بس انت محتاج لتخطيط وتنظيم جيد لأمورك زي ما قلت لك. نصيحتي الأخيرة ليك يا برج الحوت ان انت الفترة الجاية تخليك مرن، لما تقابلك الطاقات العالية خليك عالي وفوق، ولما تجيلك الطاقات المنخفضة خليك مرن معاها. واجه التحديات وخلي دايما جواك رضا بأي شيء يحدث لك. الرضا هنا هو المفتاح اللي هيفتح لك البوابة الكبيرة اللي هتاخدك مكان ما انت عايز تروح. النجاح في طاقتك قريب جدا منك، حاول ان انت تبذل كل مجهود انت عايز او تقدر ان انت تبذله عشان توصل للي انت عايزه. انت مش محتاج ان انت تقعد تدافع عن نفسك قدام ناس ممكن تستفزك، او قدام مواقف ممكن تاخد من طاقتك. اي حاجة هتاخد من طاقتك ابعد عنها تماما. تكيف مع الظروف اللي ممكن تقابلك ايا كان وضع الظروف دي ايه، اعرف ان الوضع ده مؤقت وان الطاقة بتاعتك في حالة صعود. بس الطاقة بتاعتك في حالة صعود لما انت تكون واعي ومنظم وفاهم كويس ازاي تتحكم فيها. لو انت فهمت تأثير الطاقات اللي انت واقع تحتيها الفترة دي وعرفت تتعامل معاها صح واجتزت كل الاختبارات دي، هتلاقي نفسك الفترة اللي بعد كده في وضع تاني مختلف تماما. اي حد عنده استفسار يقدر ان هو يبعت لي عبر الرقم الموجود على الشاشة او الرقم الموجود في البايو.